أنا جميل. تعالوا بقى نشوف لما مصري مقيم في أمريكا وعنده ضيوف سعوديين هو ما كانش يعرفهم، هو لمجرد إنه عرف إن دول سعوديين. تعالوا نشوف عمل معاهم إيه. اعمل لهم حاجة كده يعني بسيطة علشان أي حد من المملكة العربية السعودية بالنسبة لي أخ وصديق وضيف عزيز. لمجرد إن هما من السعودية بس ومفيش أي سابق معرفة ما بينهم، وده هيظهر قدامنا دلوقتي في المشاهد اللي هنعرضها. احرجونا بكرمهم، متخيلين حاجزين المكان هذا كامل لنا عشان نحتفل اليوم وننبسط بخالد بسبب توثيقه. المصري حجز للسعوديين لمجرد ان هم سعوديين، ولمجرد ان هم ضيوفه سعوديين حجز لهم المكان الفخم قوي اللي حضراتكم شايفينه ده. تعالوا نعرف هو فين والفيو بتاعه بيبص على ايه. افخم الابراج الموجوده هنا في ميامي. وش ذا المكان؟ ورب الكعبه، تعال 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 معي تعال. ما تلقاه. طبعا هم اهل كرم واهل عز، ولكن هم مبهورين ومبسوطين من استقبال صاحبهم المصري لمجرد ان هم سعوديين. يا سلام، هذا هو يا ابو شلش السيتي سنتر، يا وهذه من فوق سلام. الابراج. يا لطيف المكان معروف. بكر اللي عازمهم داخل عليهم دلوقتي، فنركز في جمال التعبيرات اللي كل واحد بيحاول يستخدمها علشان يوصل حبه للتاني. الرحاب حبيب قلبي. هذا وش ذا المكان يا اخي؟ اي خدمه. وش ذا المكان؟ اللي زيك واللي شرواكم زي ما تقولوا اقسم بالله شكرا لك، يستاهلوا الخير كله. والله العظيم انك عارف احرجتني. ليه؟ كل ده ليه؟ عشان انتم من السعوديه. والله. كل ده ليه؟ عشان انتم من السعوديه. يا اخي تسلم والله، لانك قدرت توصل اللي في قلب كل مصري تجاه السعودية والسعوديين. كل ده ليه؟ عشان انتم من السعوديه. والله شكرا لك، الله يعزك، الله يعزك، ارفع يا قدرك. الله المصريين. شكرا لك ابو بكر، والله العلي العظيم انك احرجتني احراج مو طبيعي. والله اقسم بالله اكبر من كده بكتير. المكان اللي حقيقي والله تستاهلوا اكتر من كده بكتير، وليكم مكان في القلب والله يا سعوديين. انك اكرمتنا وما قصرت معنا ابدا، ورب الكعبه كرامك والشيء اللي قدمته لنا في هالمكان الجميل يعني لنا الكثير، والله العلي العظيم. حاجة والله بسيطة العظيم والله، أبو بكر، شكراً والله لك. مقامكم أكبر. الله يسلمك.